السلام عليكم متابعيني الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد عن ميناء ابو قير الجديد يا جماعه. يعني مدينه داخل البحر. هصور لحضراتكم كل حاجه ان شاء الله، بس يا ريت اللايك والاشتراك وتفعلوا جرس الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والاتوبيسات البديله القطر بير واقفه يا جماعه، واحنا هنخش من جنب الجامع ده كده شمال. تمام، وكده دخلنا الشارع اهو يا جماعه. والجزيره يا جماعه داخل البحر اهو. هقرب اكتر برضه اصورها لحضراتكم. مدينة أبو قير ستكون أول مدينة على أرض مصر من الجيل الخامس، مضيفا أنها ستكون جزيرة صناعية في البحر المتوسط، وأن هذه النقلة تستهدف من يملك الأموال من المستثمرين ورجال الأعمال، وأن هذه المدينة حققت أرباح من اليوم، والبلد تحصل على الجنيه من العدم، وسوف تباع بما فيها من مصانع وشاليهات وسينمات وأسواق وأندية ومطاعم. وكمان يا جماعة هناك أندية ومنتخبات يفضلون إقامة تدريباتهم والاستعداد للبطولات في مثل هذه الجزر، ولذا يجب أن تحتوي أبو قير الجديدة على ملاعب رياضية أو استاد أو مدينة أولمبية تكون على أعلى مستوى لاستضافة البطولات. ومدة تنفيذ المشروع عامين، ومساحته 1400 فدان. بس يا جماعة أنا أعتقد الموضوع يعني هيطول عن كده، دي مدينة في قلب البحر يا جماعة، مش حاجة سهلة يعني. ومدينة أبو قير الجديدة سوف تضم أبراج سكنية وميناء في البحر المتوسط على مساحة 985 فدان، يستوعب كبريات السفن العالمية، وسوف يكون ميناء من المستوى الأول. والدولة المصرية تردم البحر حتى تحصل على عائد بالمليارات، مشيرا إلى أن الدولة تعمر الصحراء والمياه من خلال تنفيذ مشروعات تجذب السياحة والاستثمار وتحيي حركة العمل. وإن مصر تحول البحر إلى منتج يباع بأسعار خيالية على غرار ما حدث في مدينة العلمين الجديدة، التي كانت مسرحا للحرب العالمية الثانية. وعند الشروع في تعميرها كان المتر ب35,000 جنيه، وصل حاليا إلى 60,000 جنيه، وفي طريقه إلى 70 و80 ألف جنيه. وإن هذه المشروعات التي ستتم في أبو قير الجديدة، والتي تضم نحو 15 مصنعا، ستوفر دخل كبير للدولة المصرية وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب. ودي يا جماعه كانت تفاصيل سريعه عن المشروع، والجزيره قدام حضراتكم يا جماعه. انا قلت اجي اصور لحضراتكم برضو من هنا كده من ارض الواقع عشان تشوفوا الدنيا وصلت لحد فين. بس استاذن حضراتكم بس يا جماعه اللايك بالله عليكم، عشان اللايك بيدعم القناه، وشكرا من كل قلبي والله، وشكرا على التعليقات الجميله اللي بتفرحني. طبعا بقى يا جماعه هنا الاجواء جميله وهاديه، وبصوا البحر عامل ازاي ما شاء الله، والدنيا هاديه وجميله هنا جدا. انا هسيب حضراتكم بقى يا جماعه تعيشوا مع الفيديو كده، يعني ايه، فيديو طبيعي قدام حضراتكم اهو، كأنكم موجودين معانا في ابو قير. تمام، سلام، واشوف حضراتكم على خير.